السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متبعي الأوفياء، سعيدة بلقائكم إخواني في فيديو جديد على قناتكم عقارات أم ملك. تنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الظروف بإذن الله. اليوم عندنا عرض شقة جميلة، شقة ممتازة بمنطقة أنسي اليونس دارنا، الطابق الثاني باش تتواجد هاد الشقة قريبة للمسجد، قريبة كذلك لمحطة الترام. الشقة ممتازة في الإصلاحات ديالها، شقة اللي صالحين الناس على ذوقهم، ولكن لظروف خاصة غادي يعني مضطرين انهم غادي يبيعوا. هنا هاد ليسباس هذا كان يعني ديجا انه كولوار على برا، واستغلوه ودخلوه، زادوه يعني داروا دخلة ديال البرطمة. هنايا كاين الصالون راه كيما تتشوفوا القبص، يعني قبص ما شاء الله، اللي جميل. هانتوما كنتو تشوفوا كل شيء، يعني من بلي سبوت البلافون ديال الكولوار، كذلك الصالون. الصباغه ممتازه، يعني بحال صالحين هاد الشقه هذه، ولكن كما قلت لكم الظروف اللي انها حتمت على الانسان انه البيع. شقه ممتازه، منطقه انسي قريبه المسجد اللي تيتواجد في انسي اليونس دارنا. المطبخ راه ديجا انه كما تشوفوا البلاكارات كلهم بالالومنيوم، لا مارك الممتازه ديال الالومنيوم اللي مستغلين عفوا في النوافذ، وكذلك في البلاكارات ديال لا كويزين. هنا كاينه غرفه كلهم النوافذ معودين بالالومنيوم اللي ممتاز. هانتوما تتشوفوا الغرف ديجا انهم مقبصين، الصباغه نقيه. شقة ممتازة غادي تتباع بثمن 36 مليون خاوية و37 مليون بالفراش اللي فيها. الطابق الثاني فين تتواجد هاد الشقة هادي. هنايا كاين الحمام اللي دايرين فيه هاد الصيغة ديال الزليج قشور الحوت، كاينه فيه سدة و او ميم طون فيه حمام وفيسي في نفس الوقت. المساحة اللي 46 متر مربع اللي كاينه في الوراق، اما الشقة تتبان اكثر من 46 متر مربع. هنايا غرفة النوم بالبلاكار. الناس اللي مهتمين وجادين بالشراء ما عليهم الا التواصل بالرقم دائما اللي تشوفوا على شاشة الفيديو. تنتمنى انكم تبارطاجيو هاد البرطمه هذه مع الاهل والاصدقاء والاحباب. منطقه لجميع وسائل كاينه ديال الحياه، وسائل النقل، وكذلك كاين كذلك قصريات، كاين اسواق، كل شيء كاين في هذه المنطقه هذه بالضبط. منطقه غنيه عن التعريف، منطقه انسي. هنا هذه هي الغرفات. نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا خديتوا فكره على هذه الشقه هذه. هكذا تنكون وصلت لنهايه الفيديو. تنبغي نودعكم اخواني على امل اللقاء بكم في فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الى الملتقى باذن الله.